الشو وننزل ندور على اي حد في الشارع عشان يهروا معانا في اي كلام. هل يا ترى لقينا حد في الشارع؟ للمزيد معنا بالاقمار الصناعيه من جوه المسرح مراسلنا هشام الشاذلي. شاذلي، لقيت لنا اي شعب نكلمه؟ نعم باسم، حصل. جبت لك 4 منهم. جبت لي والله باسم يا باسم. المناظر اللي انت جايبها لي دي يا باشا، كنت تفتح الثلاجه وتطلع اي حد يا عم. ما هم دول اللي طلعوا في ايدي لما فتحت باب التلاجة. يا سلام، ما كانش في غيرهم جوه. ليه؟ ازاي فهم في الثلاجه؟ مش فاهم. هم اصلا موطنهم الاصلي كده، اسمهم لايك جيلي. لايك جيلي؟ اوه، انا سمعت عن الفرقه ديت لايك جيلي، هبقى جوجلت بعدين. طيب ده اللي انت جبتهم لي يا شاذلي. بقول لك يا شاذلي، امرك. انت مرفوض ياض، اطلع بره. مفيش كلام معاه؟ اطلع بره. ماشي، اوكي. اهلا بيكم يا جماعه. اهلا بيك يا باسم. انتوا بتفهموا في السياسه؟ طب تقدروا توصفوا لي اللي بيحصل في البلد من وجهه نظركم؟ والله يا باسم احنا مش فاهمين حاجه. لكن ممكن نعرفك على حد فاهم اكتر مننا يعني. مين؟ بيحصل دودة. دودة؟ ممكن نعرفك على دودة. اتفضل. الدودة هنحكي لك قصة الدودة. أنا اسمي الدودة، وفي يوم من الأيام شربت الدخانة وبلعت البرشامة ودخلت في الدوامة وقلت أروح ميدان التحرير أطمن على عجلة الإنتاج. دخلت لقيت ناس بتبيع وبتشتري وناس بتتفسح وواحد فارش على الرصيف قاعد بيبيع كور كور كور، حمص الشام، فوت فوت فوت، والبطاطا توك توك توك، والديلو، شوك شوك شوك، والبريمو. قلت لا ماليش انا في جو الموالد ده، انا عايزه شويه اكشن. قمت دخلت شارع حماده محمود. دخلت الشارع قابلت شاب لطيف، قلت له مساء الخير انا اسمي الدوده. قال لي ازيك يا دوده انا اسمي السائر. هاي سائر عامل ايه؟ قعدت اتكلم مع سائر شويه، اتكلمنا في الحب، في الرومانسيه، في الافلام. وبعدين واحد واقف جنب سائر بص في السما وقال اوعى القنابل، اوعى القنابل، البس يا دوده الكمامه بسرعه. فين الكمامه؟ فين الكمامه؟ فين الكمامه؟ فين الكمامه؟ مسك ايدي جرينا بسرعه، دخلنا في حاره وفي حاره تانيه وفي محل مهجور. بص لي في عينيا، بصيت له في عينيه، قلت له يا سائر انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قام ضحك وقال لي 1 2 عجلة انتاجك فين؟ 1 2 عجلة انتاجك فين؟ عجلة انتاجي في جيبي يا مواطن، تسأل ليه؟ البركة في اللي عجلته ما بقتش خلاص في ايديه. ده انتوا عيال مهيسه فشخ. ايه يا باسم؟ هو لازم الواحد يبقى عامل دماغ عشان يسمعكم شويه. طيب شكلها كده حلقه ضايعه. طب انا عايز اسال رايكم انتم شخصيا في طريقه معامله الحكومه معانا. رايكم ايه؟ والله يا باسم هي بتتعامل معانا كانها شقطانه من جامعه الدول. ازاي؟ مش فاهم ازاي. هقول لك ازاي بس من غير زعل يعني. لا اتفضل براحتك خالص، رايحين في داهيه كده وكده. اتفضل. بص احنا كنا واقفين على ناصية شارع في جامعة الدول. ده انتوا مين معلش؟ احنا الشعب. انتوا الشعب، اوكي تمام. الشعب. جت عربية وقفت قدامنا، لاند كروزر اخر موديل، شبابيك متفيمة، جنوط 22، نمر صفرة، حاجة من بتوع جو اغسطس دول. فاهم. باب اللاند كروزر الوراني اتفتح، الشعب دخل جوه، الباب اتقفل، احنا ما شفناش حاجه، لكن كلنا عارفين بقى ايه اللي حصل. تكي 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 تك، والدب دب 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 دب، والدم دم 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 دم. يعني الموال ده كله عشان تقولوا ان احنا بنتفشخ كشعب؟ طب انا عايز اسالك سؤال، ايه هي الطريقه اللي ممكن اللي في الحكم يكسب بيها الشعب؟ لا يا باسم في حاجات كتير قوي، مش إزاي؟ لازم كل حاجه طكي ودب ودم وضرب وعنف، لا مش كده. ده
في حنيه يعني شفت الرئيس مرسي بيحتضننا ازاي؟ بياخدنا في حضنه على طول. ده مش كفايه. امال عايزين ايه اكتر من كده؟ في حاجات تانية؟ في حاجات تانية كتير. زي ايه؟ مش نظرة وابتسامة، مش كلمة والسلامة، دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبني. مش نظرة وابتسامة، مش كلمة والسلامة، دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبني. طب ما الموضوع اهو مليان كله حب. طب انتوا ليه الناس بتروح لغاية الرئيس عند الاتحادية؟ ليه؟ بتكرهوه ليه؟ ازاي يا باسم؟ ده احنا بنموت فيه. بجد؟ بنموت فيه. ده حب، ده حب، ده هو مش قادر يفهم. مش قادر يفهم؟ مش قادر يفهم اني بحبه، مهما يبعد برضه هروح له. يجيب لي الشرطه يلم الحته انا برضه تاني وراه. محتاج له قضيه وامر نيابه وكم بودي جارد وكم دبابه ساعتها. بس انا ممكن افكر اني انسى هواه. ما خلاص انا جيت ويا ريته ما جيت تحت البيت. ما يلا من هنا وندهت عليك. قال يعني كده بنحبك ونموت فيك. حد يفهمني. يفهم ايه؟ ليه بيخافوا مني؟ فكرك ليه؟ والله ما قصدي. امال ايه؟ شغل خطابات. مش قادر يفهم اني بحبه، مهما يبعد برضه اروح له. يجيب لي الشرطه يلم الحته انا برضه تاني وراه. محتاج له قضيه وامر نيابه وكم بودي جارد وكم بوابه ساعتها. بس انا ممكن افكر اني انسى هواه. انا عايز اتكلم معاكم جد شويه، يعني بعد الحب والوله والكلام ده كله ناويين على ايه بعد كده؟ يعني مثلا في انتخابات، ما فيش انتخابات؟ لو في انتخابات من الاخر كده نفسكم في مين؟ نفسك في مين؟ نفسي في ليبرالي يشرب دخان ويجيب نسوان يضرب برشام. نفسي في ليبرالي بيحب الفقر ويموت في السكر ومزاجه الكفر. ايه قله الادب دي؟ هو ده اللي مودينا في داهيه يا جماعه. والله العظيم ده ستيريو تايبس، والله غلط كده. طب يعني معقول يا جماعه انتوا مش نفسكم في حاجه احسن من كده شويه؟ طب بلاش يا عم. نفسي في اخواني ينهض بحياته ويعيد تربيه ويهز كياني. حكمه اسلامي وبطعم التمر وبريحه المسك نفسي في اسلامي. طب نعمل ايه طيب؟ انا مش مصدق ان انتوا بعتوا مبادئكم في ثانيه. طب يا جدعان، طب حمدين يا جماعه. حمدين؟ ولا تزعل يا عم. نفسي في اشتراكي يلعب في وراكي محمد كنتاكي. نفسي في اشتراكي. بس ايه يا باشا؟ وراكو عادي. كنتاكو في كده وراكو عادي. مش عاجبكم حاجه خالص؟ بص بقول لكم يسيبكم الاتجاهات السياسيه دي كلها نجاسه، سيبوا الموضوع. انا عايز اسالكم سؤال بجد تجاوبون عليه. انتوا شايفين المواطن العادي في مصر عايش ازاي؟ حالته عامله ازاي؟ فكرته عن الحياه عامله ازاي؟ يعني انتوا عارفين ان في ناس كتير جدا عايزه تهج وتسيب البلد، عايزه تهاجر. تفتكروا ليهم حق ان هم يفكروا كده؟ بس ممكن نحكي لك قصه؟ احكي يا حبيبي احكي. هحكي لك قصه واحد صاحبنا مواطن. تمام. اسمه سيد زعزوع. تمام. سيد زعزوع افندي شغال في وظيفه تمام، باش كاتب قد الدنيا وهو اسمه في قطاع عام. قاعد دايما متسلي قدام صفحه الفن، مهتم بنادية جدي وسايب تليفونه يرن. خلص جورنانه براحته قام داخل على اللي بعده، وجه على الساعة 1 خد بعضه ونزل جن. في طريقه جت مظاهرة أخرت الميكروباص، عقبال ما عدى زحمة الكيلو 4.5. في البيت مراته قالت له ملحقتش أطبخ حاجة، شغلوني نور ومهند والأكل في التلاجة. ويا دوب استغفر ربه قام لقى حمادة في وشه
وقال له يا بابا المستر بيسأل على الحساب. بس يا سيد اوعك تنسى ان بلدك حبك لسه، وان الهجرة باينة حلوة بس الخير هتلاقيه هنا. طنش يا سوسو وانسى عيوبها، بص وشوف في ايه ميزها، ستيلا ودبلو ونفق الثورة وماجيك لاند وبورتو توشكا. بعد ما حس دار وما بقاش بيته ومطرحه، قام نزل الشارع بقى احسن على شيء يفرحه. بين ألف وعود كدابة وشعرات ولا فيها جديد، لا حله في العقيدة ولا حله في الحديد. وبعد دراسة شقة ما عرفش ايه العلاقة بين بلده اللي شايفها واللي خدها في القراءة. وفي يوم خريفي بديع داير يعمل جامع عادي، راح قابله واحد سبيبة قال له الجنة الناحية دي. ولما سمع له صوت وسألوه هتصوت مين، على باب اللجنة وقفوا اتنين بأكياس تموين. سلم لصعوبة أمره، سلم لحياته القاسية، سلم لحقيقة الدنيا ما فيهاش غير غش وعافية. سلم للاستنكار والتحذير والتنديد، سلم من أجلك أنت والمستقبل السعيد. وساعتها فهم سيد إنه لازم يقيد ولا بيته ولا شرعه في مجال الاختيار. بس يا سيد اوعك تنسى إن بلدك حبك لسه، وإن الهجرة باينة حلوة بس الخير هتلاقيه هنا. طنش يا سوسو وانسى عيوبها، بص وشوف في ايه يميزها، ستيلا ودبلو ونفق الثورة ماجيك لاند وبورتو توشكا. ماجيك لاند وبورتو توشكا. ماجيك لاند وبورتو توشكا. لايك جيلي. بقول لكم يا اولاد، بما ان انتوا هنا وجو سبوبه وكده، مش عايزين تقولوا حاجه اخيره؟ ممكن احنا في الفترة اللي جاية يا جماعة بنلف في كذا محافظة في مصر وهنعرض، فلو حد مهتم يشوفنا لايف ممكن تتابعونا على صفحتنا على الفيس. ايه المفروض تتكتب قدامهم على التلفزيون ايه ده؟ على الفيس وعلى تويتر كمان. اوكي بس كده. ميرسي يا حبيبي. دلوقتي انا كل مرة بنهي الفقرة، بس انا هسيبكم مع لايك جيلي ينهي لكم الفقرة ديت. لايك جيلي. وانا اسمي حمادة وبحب التفخيد، من ساسي راسي وبحب التفخيد، من 9 ل5 ما ياكلش معايا، وان غبت عليكو انا تحت ملاية. على نور الشمس في عيني، نور الشمس على ايدي، نور الشمس حوالي، نور الشمس. لو جيت تنادي هتلاقيني في وادي، قاعد بلبص على حجرة سرحان وبناقي الشجرة، من الصبح بدري على وقت الفجر تلاقيني صاحي ومفنجل رايح على البحر بدنجل. نور الشمس في عيني، نور الشمس على ايدي، نور الشمس حوالي، نور الشمس. ليه اتعب قلبي وادوس على نفسي، ما انا هنا عايش على راحتي وعيني على مصلحتي. اروح لشركه مالتي ناشونال جامده واقضي يومي اكسل، ما هي برضو حاجه تشل. نور الشمس في عيني، نور الشمس على ايدي، نور الشمس حوالي، نور الشمس. يا ناس سيبوني احلم واتمنى، ولا هي وصفة واحدة للدنيا. يا ناس سيبوني احلم واتمنى، ولا هي وصفة واحدة للدنيا. راضي بعيشتي زي ما هي ليه مش راضية عليا؟ طب ليه
طب ليه طب ليه نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس. شكرا. هنشوفكم بعد الفاصل.